بكل الأسف لغم النهاردة انفجر في بعض بيوتنا المصرية وأذى بناتنا وأهالينا. علشان كده في حلقتي النهاردة هندق ناقوس الخطر حوالين شياطين الإنس. شياطين الإنس اللي وقعوا بناتنا وأغروهم عن طريق بعض برامج السوشيال ميديا. في الحقيقة هم خلية أو شبكة كبيرة جدا بتستهدف بناتنا اللي عندهم براءة ما عندهمش خبرة في الحياة بطريقة كده مبتكرة في منتهى المكر، وأول ما يستدرجوا بناتنا بيقضوا على براءتهم وعفتهم وشرفهم، إما عن طريق بقى إغراءات عاطفية مادية، بيغروا البنت إنها تتجوز وتسافر بره وتتنعم بالنعيم اللي هتشوفه في الخارج. للأسف بيستغلوا بعد كده البنت ويبتزوا أهلها ويطلبوا منهم فلوس كتيرة جدا علشان ما ينشروش صور وفيديوهات بنتهم، أو بيستغلوا البنت نفسها وبيضغطوا عليها إنها تشتغل معاهم في الدعارة الإلكترونية وإلا هيفضحوها وينشروا فيديوهاتها. وفي منهم كمان اللي بيغري البنت ويخلوها إنها تهرب من بيت أهلها، وعلى أساس يعني إنها هتتجوز وتعيش حاجة كده ما حصلتش، وفي الآخر البنت دي فص ملح وداب محدش يعرف عنها أي حاجة، ويتضح في الآخر إنها تجارة أعضاء. لما أنا قلت في بداية الحلقة إنها خلية أو شبكة، أنا أقصد الكلمة دي بحذافيرها بمعانيها كلها، لأن البنت دي بالنسبة لهم هي صيدة بيقعدوا يشوفوا يتفننوا هيصطادوها ازاي. أول ما تقع في الشبكة بقى ما بتبقاش عارفة تخرج منها ازاي، وبيضغطوا عليها إنها تجر أكبر عدد ممكن من أصدقائها علشان ما تبقاش لوحدها في المصيبة دي، إما علشان تنجي نفسها بعدين توقع غيرها. وهنا بنقول يا جماعة نخلي بالنا إن الضربة القاضية بتيجي من الأصدقاء المقربين. بطلة قصة النهاردة هي صديقة، أو إنها كانت عاملة نفسها صديقة مقربة لبنت مراهقة بريئة ما عندهاش أي خبرة بالحياة. قالت لها إن في ولد شاب هي تعرفه أعجب بصورتها على الفيسبوك وعاوز يتعرف عليها علشان يتقدم لها ويتجوزها في الحلال يعني، بس خليكوا كده في الأول اتعرفوا على بعض. يعني الموضوع مشي قولي لأهلك، الموضوع ما مشيش دينا ما حدش عارف يعني الدنيا فيها ايه. الولد يطلع شاب وسيم بيتكلم معاها بمنتهى الأدب والاحترام، احتواها، عارف يلعب على الحتة النفسية اللي هي مش لاقياها في البيت، الحب والحنان والاحتواء. وبعد كده بدأ يقول لها أنا يعني أنت بالنسبة لي كل حاجة وأنا بخاف عليكي، أنا حابب إن أنا أعرف الباسورد بتاع الفيسبوك بتاعك واليوتيوب والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فعلا ادته علشان هو الواد بيغير عليها يعني. بعد كده بدأ يطلب منها إنه يتعرف على العيلة، عاوز يعرف مين باباها مين مامتها، مين العيلة اللي هيرتبط بيهم في المستقبل، ما ده حقه برضه. بعدين بدأت تحكي له عن الأهل والأقارب والأصدقاء، وبدأ ياخد الأكاونت كمان بتاعهم. واحدة في التانية حست كده أو هو أوهمها إنهم خلاص في تعداد إنهم متجوزين. بعدين بدأ يقول لها أنا عاوز صور تظهر أنوثتك، يعني إحنا خلاص بقينا تقريبا متجوزين. بعدين البنت ببراءة عملت صورة في التانية، وصل لموضوع إنه بقى فيديو. أول ما وصل لموضوع الفيديو بدأ يبتز البنت عملت إيه؟ قفلت الأكاونت. هي برضو تفكيرها بسيط، راح وصل للأكاونت بتاع باباها وبعت له صور وفيديوهات وطلب منه فلوس كتير وإلا هيفضح البنت، وقال له خلي بالك أنا معايا الأكاونت بتاعت العيلة كلها بأصدقاء العيلة، يعني هتتفضح. طيب إن الناس دي هتعمل إيه؟ ما بقوش عارفين يعملوا ايه. قال لك خلاص في حاجه على النت كده رقم بيتواصلوا بيه علشان لو في حد بيبتزهم على النت الناس ما بتردش. قال لك خلاص ما بيد حيله، انا اروح بقى ايه اسم الشرطه واقدم بلاغ. هناك اكتشفوا المصيبه ان بنتهم مش الوحيده اللي وقعت في الخليه دي، ان في بنات كتير وقعت في الشبكه ديت باغراض بقى مختلفه. منهم البنت اللي انتحرت، في منهم اللي استجابت للولد ده
واشتغلت في الدعارة الإلكترونية ومسكوها، ويعني لا حول ولا قوة ليها. وفي منهم اللي اختفوا علشان كان بيطلب منها تحاليل وطلع إنها تجارة أعضاء. للأسف يعني هنا بندق ناقوس الخطر وبنقول لكم يا جماعة خلي بالكم من بناتكم. ومحدش يجي يقول لا أنا بنتي بريئة وملهاش في الكلام ده. ما هو البنت البريئة الكيوت المتربية دي هي صيدة سهلة للثعلب المكار، لأن ببساطة زي ما انتوا علمتوها البراءة ما علمتوهاش ازاي تحصن نفسها من الناس الغريبة، ازاي ما تتعاملش بالناس الغريبة وتديهم كل ثقتها، وان ازاي برضو مهما البنت كانت مقربة لصديقتها ان في حاجات ممكن توقعها. احنا ما علمناش بناتنا الكلام ده، بالتالي هم يعني صيدة سهلة اكتر من البنت اللي هي بتلعب بمشاعر الاولاد، لانها هي في الاخر والاول هي فاهمة الولد ده عاوز منها ايه، وبالتالي مش هيقدر ياخد معاها حق ولا باطل. طيب حد هيجي يقول لي لا انا مراقب بنتي طول النهار. اوكي ماشي، انت مراقب البنت، طب وانت نايم عارف بنتك بتعمل ايه على الموبايل؟ طيب وهي خارجه الدرس عارف بتستخدم الموبايل في ايه؟ طبعا مش عارف. طيب امال الحل ايه؟ الحل طبعا الوحيد ان احنا نربي ونغرس في بناتنا الوعظ الديني. يعني ربنا هو اللي شايفك، انت في كل تعاملاتك بتعاملي ربنا سبحانه وتعالى، ما بتعامليش بابا وماما والمجتمع وانك انت خايفه منهم. الحته دي مهمه جدا. بالاضافه للكلام ده طبعا ان احنا لازم ناكد على الاب والام ان لازم يبقى فيه دفء اسري. احنا طبعا عارفين ان احنا دلوقتي الاب والام طول النهار مشغولين الله يعينهم عشان يوفروا الحياه الماديه لاولادهم، بس نسوا ان اولادهم دول برضو ليهم حق عليهم، وان المفروض يقعدوا ويعملوا دورهم اللي ربنا سبحانه وتعالى امرهم بيه مع بناتهم. الأب بقى اللي بيقعد يوعظ بناته ويديهم في حكم ومواعظ حلوة قوي. ممكن لو سمحت بقى تهدى كده شوية على البنت وتضحك معاها، تلعب معاها، اخرج معاها وتفسح وحسسها مش انت الأب اللي جامد، لا انت الأب الصديق، الأب اللي هلجأ له، اللي أول ما تحط في مصيبة أروح استشير بابا، انت الحماية والسند ليا، مش انت أول واحد أخاف ان أنا أقول له على مصيبتي. والأم طبعا المفروض الأم دي تبقى صديقة بنتها، منبع أسرارها، تبقى عارفة بنتها رايحة فين ومدياها الأمان. أما الإخوات اللي كل واحد قاعد في أوضة، آن الأوان إن احنا نتجمع كلنا على سفرة واحدة ونسمع بعض بدل ما كل واحد عايش مع نفسه، وإن الأخ لازم يحسس أخته إن هو كمان أخ وصديق ليها، وإن يعني لو هي حبت تتعرف على ولد أو يعني تصائم، مش هنقول إنها تصاحب، إنها مثلا شايفة إن الولد ده مناسب ليها وهيبقى شريك حياتها، طب ليه ما تديش لأختك الأمان وتخليها إنها تيجي تقول لك وهتقول وتديها خبرتك إن الولد ده أنا بحكم إن أنا ولد زيه أنا عارف إن هو بيلعب عليكي، طب الولد ده قصده شريك، طيب أنا أروح أقابله، إيه المشكلة إن أنا أقابله لما هو قصده شريك وهخليكي تقعدوا معاه. يعني ندي مساحة للبنت إنها تكون عندها الحرية في الإطار الديني والإطار الاجتماعي المناسب علشان ما تقعش شبكة وصيدة في إيديهم. وطبعا في الآخر والأول يعني بنقول إن ربنا يعني يحفظ بناتنا كلنا، وبنصح الآباء والأمهات بلاش تكونوا بالنسبة لأولادكم البنك اللي بيمدهم بالفلوس وبس. خلي بالكم أنا هتسأل وأنتوا هتتسألوا عن أولادكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. انتظروني في لغم جديد، هفجر لغم مهم جدا، انتظروني الحلقة القادمة.